أستاذة خديجة، في حال إن الزوجة أصبحت كل ما تشوف أي جديد في حياة أختها أو جارتها أو أي حد أخت زوجها أو ما إلى ذلك من المحيطين بيها، فمباشرة تذهب لزوجها: أختي زوجها جاب لها كذا وكذا، جارتنا زوجها جاب لها كذا وكذا، وانت ما بتجيبش حاجة، وانت سايبنا كده ومقصر في حياتنا. وتبدأ المشكلة تكبر ما بينهم وما بين المقارنات اللي هي دايما بتعقدها. في هذه الحالة المفروض التصرف الصحيح من الزوج يعمل ايه؟ بعض الازواج يتنرفز جدا ويتعصب جدا، يقول لها مش جايب وهي دي امكانياتي، عاجبك اهلا وسهلا، مش عاجبك روحي البيت اهلك. بعض الازواج بيكون يعني شوية هين. طريقة التعامل الصحيحة ازاي من قبل الزوج في حال المقارنة المستمرة؟ طيب، الآن في المقارنات يعني إيش نقول نحن؟ الشيء المهم في المقارنات لما المرأة تبدأ تقارن واقعها أو تقول لزوجها ليش ما تجيب وليش ما تسوي، هنا يعتمد على ذكاء الزوج واستثماره في هذه المرأة. لأنه اليوم المرأة ما راح تيجي فجأة تقول هذا الشيء. هل الرجل أساسا استثمر في علاقته في المرأة، مدرك لهذا الواقع ولا لا؟ لما يحدث هذا الشيء يحتاج الرجل يتفهم نفسية المرأة وعقليتها وطريقة نظرتها للأمور، كيف المرأة تنظر للأشياء. يعني الرجل لما اليوم يفكر في كلام المرأة بطريقة الرجل حيلاقي إنه حيرد عليها الرد اللي هو إيش؟ أنا ما راح أجيب وهذه إمكانياتي وخلاص. طيب إيش استفدنا نحن؟ أنا محتاجة أحتوي هذه المرأة كما لا أحتوي الطفل الصغير. اليوم ولدي الصغير ولا بنتي لو جات وقالت أنا أبغى اللعبة هذه، بنت جارتنا جايبت زيها وكذا، طفلة صغيرة ما تفهم، أنا إيش هقول لها؟ هقول لها لا أنا ما عندي إمكانيات، ما أنا بكسر خاطرها. لكن أقدر أستخدم أسلوب آخر أكثر ذكاء اللي هو إيش؟ اللطف. الرفق في الكلام مهم جدا. المرأة مخلوق سمعي، يعني الرجل لما يرد مثلا بلطف وحنية وإن شاء الله راح أجيب وأبشري ولا يهمك، أجيب لك أحسن من هذا، طيب، بس مو إنه كلامي ينومها، حسب قدراته يعني، ويبذل جهده بس بدون ما يضغط على نفسه. إذا شاف إن الموضوع ذا هو طارئ، يعني مرة من المرات صار الحدث هذا فقط ليس هو السائد في حياتهم، أيوة. يمكن معالجة الاستمرارية. نعم. إذا كان مستمر يحتاج جلسة حازمة وواضحة مع المرأة، يفهمها إيش عنده إيش ما عنده، إيش إمكانياته وإيش قدراته وإيش سيئة إنه هذه المقارنات، طيب، وإيش يعني نتائج هذه المقارنات فين راح تؤدي، حتى تكون المرأة واعية اليوم إنه هذا ليس مجرد سلوك راح تمارسه في البيت، إنما راح يكون له نتائج وخيمة على حياتهم كلها. وليس الطلاق بالضرورة، لكن هي بهذه السلوكيات كونها القدوة راح تعلم أولادها نفس الشيء، حالة عدم الرضا. طيب، فهنا دائما نحتاج إنه الوعظ والتنبيه والتربية وإعادة تثبيت الأفكار الأساسية. بهذه الكيفية يجرى الحوار، ويمكن إذا شاف في أهلها مثلا في خير في الموضوع ده كله وهو متفقين معاه في كلامه وفي مراعاة وضعه، أنه يدخلهم ويشركهم في هذا الأمر حتى يكونوا على بينة، حتى يعينوا. احنا قلنا النساء زمان ليش كان عندهم حالة الرضا؟ المجتمع كان يساعد على وجود هذا الشيء. لحاله الرجل ما يقدر يسوي شيء، لازم يشرك الآخرين، لازم يشرك من يعتقد صلاحهم وفهمهم وقدرتهم على أنهم يكونوا معينين له صادقين معه في الدخول في هذه الحالة، لأنه زي ما نقول نحن قد أعذر من أنذر. بعد هذا الكلام لو صار أي شيء خلاص الرجل يعني عداه العيب زي ما نقول، حيكون مشي في مواضيع في معالجات ببطء شديد، طبعا ما يتسارع ولا يسرع في اتخاذ أي إجراءات ممكن تهدم هذا البيت. دائما الرفق ما كان في شيء إلا زانه. الرفق والكلام، فهم الحالة نفسها، هل هي طارئة ولا هو ده الغالب أدخل فيه الناس كلهم الصادقين حولي لمعالجة هذا الواقع والاستمرارية بإذن الله في الحياة اللي هي الراضية والهادئة، والاستعانة طبعا أول وآخر بالله سبحانه وتعالى في إصلاح الحال دائما يعني. طيب أستاذة